وحيد. اليوم طبخة اسطورية اليوم. ما شاء الله. طبخة شنو هو؟ ايش بك جايبها؟ بهذه الطبخة. تعرف شنو هو حق ايش دي الطبخة؟ هذه الخسفة اللي نبرم بها يا حبيبي. تعرف حق ايش دي الطبخة يا وحيد؟ السوشي معروفة. السوشي يا جماعة. اليوم بسوي لك سوشي حساوي. هيا بس بلا سوشي حساوي. سبت اليابان وحضارات اليابان واكل اليابانيين وجاي تقول لي سوشي حساوي. ايه في الحفرة ولا ايه؟ اليوم بنسوي سوشي حساوي. ما قد صار في الدنيا كلها. طبعا ما صار. بخلي اليابانيين يصيحون في الحفرة. كل حاجة تبوا تنسبوها للحسا. حتى السوشي ما سبتوه في حاله. شوف السوشي اليوم شنو هو؟ شنو هو؟ في اليابان ما موجود. برز الحسا. اوه. ها صار حساوي ولا ما صار حسا؟ حساوي والله. صار حساوي يا جماعة. هذه آلة السوشي حق اللي تبرم بها السوشي. اليوم بنسوي الرز سوشي حساوي فاخر برز الحسا. في اليابان رز حساوي؟ لا ما عندهم. ما عندهم، بس عندنا ذا. ما في الدنيا كلها. يعني شنو يصير اليوم السوشي؟ سوشي حساوي يا جماعة اليوم. الله يعين اليابانيين عليك. والله بخلي اليابان، شفت اليابان ذي بخليها تصيح في زاوية. انت قاعد تهكر السيستم حقك. بهكم سيستر الاكل حقهم بهكره. اليوم ابو فيصل سوشي حساوي بمعنى الكلمة. قال لي عقلي حفرة. ها؟ طلع شيء برا الحفرة. اسويه في الحفرة. تبي اسويه يستوي كل شيء. شفت الحفرة ذي؟ حتى انت سويك فيها طال عمرك. وحيد. اليوم طبخة اسطورية اليوم. ما شاء الله. طبخة شنو هو؟ ايش بك جايبها؟ بهذه الطبخة. تعرف شنو هو حق ايش دي الطبخة؟ هذه الخسفة اللي نبرم بها يا حبيبي. تعرف حق ايش دي الطبخة يا وحيد؟ السوشي معروفة. السوشي يا جماعة. اليوم بسوي لك سوشي حساوي. هيا بس بلا سوشي حساوي. سبت اليابان وحضارات اليابان واكل اليابانيين وجاي تقول لي سوشي حساوي. ايه في الحفرة ولا ايه؟ اليوم بنسوي سوشي حساوي. ما قد صار في الدنيا كلها. طبعا ما صار. بخلي اليابانيين يصيحون في الحفرة. كل حاجة تبوا تنسبوها للحسا. حتى السوشي ما سبتوه في حاله. شوف السوشي اليوم شنو هو؟ شنو هو؟ في اليابان ما موجود. برز الحسا. اوه. ها صار حساوي ولا ما صار حسا؟ حساوي والله. صار حساوي يا جماعة. هذه آلة السوشي حق اللي تبرم بها السوشي. اليوم بنسوي الرز سوشي حساوي فاخر برز الحسا. في اليابان رز حساوي؟ لا ما عندهم. ما عندهم، بس عندنا ذا. ما في الدنيا كلها. يعني شنو يصير اليوم السوشي؟ سوشي حساوي يا جماعة اليوم. الله يعين اليابانيين عليك. والله بخلي اليابان، شفت اليابان ذي بخليها تصيح في زاوية. انت قاعد تهكر السيستم حقك. بهكم سيستر الاكل حقهم بهكره. اليوم ابو فيصل سوشي حساوي بمعنى الكلمة. قال لي عقلي حفرة. طلع شيء برا الحفرة. اسويه في الحفرة. تبي اسويه يستوي كل شيء. شفت الحفرة ذي؟ حتى انت سويك فيها طال عمرك. وحيد. اليوم طبخة اسطورية اليوم. ما شاء الله. طبخة شنو هو؟ ايش بك جايبها؟ بهذه الطبخة. تعرف شنو هو حق ايش دي الطبخة؟ هذه الخسفة اللي نبرم بها يا حبيبي. تعرف حق ايش دي الطبخة يا وحيد؟ السوشي معروفة. السوشي يا جماعة. اليوم بسوي لك سوشي حساوي. هيا بس بلا سوشي حساوي. سبت اليابان وحضارات اليابان واكل اليابانيين وجاي تقول لي سوشي حساوي. ايه في الحفرة ولا ايه؟ اليوم بنسوي سوشي حساوي. ما قد صار في الدنيا كلها. طبعا ما صار. بخلي اليابانيين يصيحون في الحفرة. كل حاجة تبوا تنسبوها للحسا. حتى السوشي ما سبتوه في حاله. شوف السوشي اليوم شنو هو؟ شنو هو؟ في اليابان ما موجود. برز الحسا. اوه. ها صار حساوي ولا ما صار حسا؟ حساوي والله. صار حساوي يا جماعة. هذه آلة السوشي حق اللي تبرم بها السوشي. اليوم بنسوي الرز سوشي حساوي فاخر برز الحسا. في اليابان رز حساوي؟ لا ما عندهم. ما عندهم، بس عندنا ذا. ما في الدنيا كلها. يعني شنو يصير اليوم السوشي؟ سوشي حساوي يا جماعة اليوم. الله يعين اليابانيين عليك. والله بخلي اليابان، شفت اليابان ذي بخليها تصيح في زاوية. انت قاعد تهكر السيستم حقك. بهكم سيستر الاكل حقهم بهكره. اليوم ابو فيصل سوشي حساوي بمعنى الكلمة. قال لي عقلي حفرة. طلع شيء برا الحفرة. اسويه في الحفرة. تبي اسويه يستوي الحساوي. صارت ولا ما صارت؟
مع ابو فيصل كل شيء يصير. بس مع ابو فيصل كل شيء في الحسا. بخلي المطبخ الياباني يصيح في الزاويه، يقول شلون ذول الحساويه سووا سوشي برزهم، ذول راح يتفوقون علينا، راح يصير السوشي الحساوي عالمي. انا اتوقع حتجيك طلبات تصدير الرز الحساوي من الحسا لليابان. بيصيحون، بيقول لي ارسل لنا الرز من اليابان اليوم، خليهم يصيحون اليوم في التيك توك حقهم ارسل لهم حقهم اليوم، تدري شلون؟ خليهم يصيحون. احلى يا جماعه، احلى سوشي بالسمين السواكن بالسمك الني، ها بالربيان. شوف عنده حشوتين اليوم بالسمك والربيان بس. طب اقول لك خلينا نثقف الناس في حاجه. سوشي اليوم يا وحيد قلنا لك حساوي صح؟ شوف ابو فيصل، هو صح انه الناس حتشوفه ني لانه ما هو مطبوخ بالحراره صح، بس هو مطبوخ باشياء ثانيه. ترى الحمضيات تطبخ صح. يعني عندك البحريات ما يبغى لها وقت طويل عشان تنطبخ مره. لو حطيت عليها خل استوت، عليها ليمون ترى تنطبخ صح. فهي في النظر او بالمجمل العام الواحد حيقول ايش والله اكلت سوشي والسمك ني ولا الجمبري ني. لا هو بس بالخل او بالليمون او مكونات غير الحراره المطلقة. طبعا اليوم عندنا طبختين يا وحيد، بالجمبري وبالسلمون المدخن. اليوم بس نبي شيء فاخر، نبي سوشي يليق في رز الحسا. نبي وانا وياك قدها اليوم. احنا حنسوي بالجمبري وبالسلمون المدخن. ايوه، وندخل الدجاج احتمال الدجاج والله كومبينيشن اللحم وفي بنسوي التغليدي حقهم وبنسوي بالصوصات. خلاص تم. يلا تم.